صباحكم وكل أيامكم يا أحلى صبايا وأحلى متابعين بقناتي. خليلي ألكم صبايا على تعليقاتكم الحلوة. خليلي ألكم صبايا، طمنوني كيفكم. يوم الجمعة كان عنا يوم الجلاءات للطلاب بالمدارس. طبعا هذا الجلاء النصفي. هيك إن شاء الله جمعة مباركة عليكم وعلى أمة محمد يا رب. إننا نغلي لنا هيك فنجان قهوة على السريع. هون البنات راحوا جابوا جلاءاتهم، الله يحفظهم ويخليهم، خلي لكم ولادكم يا رب. هون الحماس كان مليون طبعا، فايقين بكير بكل نشاط. هون بعد ما رجعنا من المدرسة، حبوا البنات ياكلوا ذرة وهيك بوراك، يعملوا هيك يعني صفرة هيك حلوان النجاح. اي والله يا صبايا، طمنوني عن جلقات ولادكم، ان شاء الله هيك كلها كويسة يا رب. هيك الله يجعلهم هيك بأحسن المراتب يا رب، تشوفون هيك بأعلى المراتب لأولادكم جاه النبي. طبعا كان هيك يوم الجمعة سريع، وكان عندي طبخة يعني ما عملت شي. هون يوم التاني نهار السبت بدنا نبلش نعمل فطور العطلة، وهيك كنا عم نجهز فطور العطلة. طبعا هيك بعد ما نمنا وشبعنا نوم وأمنا إنه خلاص يعني ما ضل في دوام مدارس، ننام هيك شوي. سبحان الله اليوم عنا مطر وكان كتير الجو بارد. أجت بوقت العطلة. أي والله يا صبايا، هيك حبيت أدردش معكم وأنا بجهز الفطور. انتوا بتحبوا العطلة تكون استراحة ولا بتحبوا تقوموا مثلا يلا انه على التعزيل وعلى الترتيب وعلى هالأمور؟ أنا بحس إنه هي لازم تكون استراحة، لأنه هيك منتصف السنة. أي والله يا صبايا، وخاصة لأنه شتوية يعني ما خرجت لا تعزيل ولا شي. وهو سبحان الله أجا البرد حتى مع العطلة. يلا الحمد لله على كل حال. إن شاء الله تكون هيك عطلتكم حلوة وسعيدة يا رب. بالهنا هيك للجميع، الجلاءات للأطفال هيك إن شاء الله تشوفون دكاترة ومحامين يا رب. هون طبعا يعني يحترنا إيش بدنا نعمل. شي بحير يا صبايا، يعني كل عطلة بتحتار إيش واحد يعمل فطور. الحمد لله كمان على النعمة يا رب، الله يديمها هيك. هيك عملنا صحن بيض بخضرة، الحمد لله رب العالمين. هون جوزي كان جايب لي سجق، قلت يلا بقطعن بما اني بالمطبخ وحطن بالعلبة هيك جنب فنجان القهوة الصبح. طيبات وتازيات ما شاء الله. وهيك بلشت اطبقن بالصندوق الكرتون، قلت هيك جنب فنجان القهوة الصبح هيك مش هيكونوا جاهزات. ايه هيك يعني عم ادور على الشغل دوارة. حبيت هيك اصفن مثل قلت يلا هيك بصفن مثل اهل المحلات الحلو. مو في مثل بيقولوا ممكن مين لف الصواني صار حلواني. اي والله يا صبايا عن جد سبحان الله، قال عطي الخباز خبزه لو اكل نصه. ايه وهيك طبقتن، قلت شي يكونوا جاهزات يعني بأي وقت ممكن واحد يعني ياكلن. الحمد لله يا صبايا. هيك رتبتن حطيتن على الزيت. هون قلت يلا خليني اجلد جليات الفطور قبل ما ابرك واتكيسل. انا بس وقفت يعني خلص يعني بتم خلص كل اموري، بس بركت خلص بقلن مع دوم. اي والله صار يكون هيك النشاط هيك يكون هيبب على الواحد سبحان الله. اي قلت عملنا هيك تليفة للجليات وللمجلة، وهلا هيك بدي استشيركم هيك بالمجلة مشان اجي اعمل افكار لإلها. هي عندي المجلة كتير مساحتها قصيرة، حتى يعني منظمة الجلي ماني حاطة رأسا، بنشف الجلي وبشيله وبحطه بالخزن صبايا. بس عندي هيدي الزاوية اللي هلا العبلايفة هيك، بس انه بصراحة هي عايفة بس للتصوير يعني. ايش رأيكم يعني انه احط له ركن ولا عايفة هيك؟ خبروني اذا انه حبيتوا هيك شي فكرة عاملة. قلت يلا اغلي لي هيك فنجان قهوة هيك على مجلة نظيفة وروايحها بتهفف. بعد هيك ما قطعت السجق قلت هيك ندوقها جنب فنجان القهوة. هون بلشت اجي اغلي قهوتي طبعا بعد هيك الفطور، وهيك جرينا الجليات وخلصنا امورنا، نشرب فنجان قهوة هيك على رواق. اي والله يا صبايا، اذا حبيتوا هذا الاقتراح هيك ساعدوني بأفكار، مع انه انا من نوع كتير بمل يعني بحب انه بكل لحظة وكل دقيقة اغير. بس كمان يعني باخد رأيكم كمان اذا حبيتوا الفكرة مثلي. هون طلعت هيك مشوار على السريع لعند رفيقتي، شربنا فنجان قهوة عندها. طبعا البرد تولي. اي والله يا صبايا، ونحن سبحان الله وقت البرد والمطر بتطلع كل مشاريعنا. هيك رجعنا على السريع بالطريق، بنتي قالت لي ماما انه ايش رأيك نعمل تحدي الاندومي؟ قلت لها يلا تكرمي. اي والله يا صبايا، نحن سخنا محشي كان بيانا عندي قبل، والبنات عملوا التحدي.
هو تحدي ويعني هيك عشوة خفيفة. اي والله قلت له يلا مين بده يكسب بدي اعطيه شوكولا. هو يعني هن كلهم خسرانين وكسبانين بدي ياخذوا الشوكولا. بس قلت يلا هيك يعني حماس، يعني تغيير جو، كسر روتين يعني. اي والله يا صبايا. اي هون فازوا طبعا. طبعا بنتي الوسطانية ما قدرت تكمل، قلت لها يلا كلكم فائزين. اي والله احلى تحدي هاد، انه اللي بخسر بياخد واللي بربح بياخد. والله احلى تحدي يعني. وهيك طبعا قمنا يعني بعد العشاء جينا الجليات وإننا عملنا هيك صحن فواكه على السريع، هيك نتسلى فيه على السهرة. وأنا هيك عم بزين، أنا مالي خلق كتير على التزيين، يعني بحس إنه بياخد وقت كتير وآخر شي رح ناكله يعني ب5 دقايق. أي والله، بس أي واحد يعني بكسر الروتين بحب إنه يعني إيه يعني يزين، ممكن يعمل له هيك تحلاية بسيطة للصحن الفواكه، مو أكتر يعني. أي والله. أنا ما بعرف إنه منين التوت بالشتاء عن جد صبايا. يعني أنا بتفاجأ هون بتركيا إنه كل أنواع الفواكه الصيفية والشتوية موجودة بكل الأوقات بكل المواسم. يعني من يومين أنا شفت عنب، يعني شفت العنب قلت إنه إيش في أجا الصيف. هلا اليوم شفت توت، شفت توت قلت أجا الشوب. أنا بعرف التوت بالشوب، بس هو يمكن بجيبوه مستورد. هي والله يا صبايا. وهيك كانت سهرتنا بسيطة وحلوة ورايقة طبعا، هيك مع عيلتي بنوتاتي. خلي لكم ولادكم يا رب وعيلتكم جهنبي. اي والله صبايا، هيك ان شاء الله عطلتكم هيك سعيدة مليئة هيك بالنشاط والحيوية. والله يبعد عنكم كل مرض وكل أذى يا رب. إذا هيك عم تحبوا الفيديوهات، إذا هيك حبيتوا فيديوهاتي صبايا، لا تنسوني من دعواتكم الحلوة ولايكاتكم الأحلى. إن شاء الله هيك بشوفكم بروتين أحلى وفيديو جديد إن شاء الله تعالى. لا تنسوني من دعواتكم الحلوة صبايا، وهي أحلى وردة لكم. تصبحوا على ألف خير.